في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم قضايا إريتريا، واليوم سنناقش قضية مهمة هي حديث الساعة في هذه الأيام بما يتعلق التمييز ضد المرأة. في الحقيقة أنا شخصيا لم أفهم هذه العبارة، ما الذي يريدون بها؟ هل هي تلك العبارة التي كانوا يقولون عنها تحرير المرأة والعنف ضد المرأة؟ وهل يقصدون اليوم التمييز ضدها بمعنى أنها أصبحت لا قيمة لها، أو يريدون أن يدافعوا عنها؟ لم تتضح لي الصورة، ولكن سأطرح الموضوع بين الضيوف الكرام قارئا ما كتبه مدير البرنامج، وهي أساس كل شيء. يقول: المرأة هي أساس كل شيء، وكل أسرة فهي الأم والبنت والأخت، وهي الزوجة تقوم على التربية وتقوم على الخدمة. فهل الركن الأساسي لكل أسرة وهي العضو الفعال، فهي الركن الأساسي لكل أسرة وهي العضو الفعال في كل مجتمع. فهل هناك تمييز للمرأة؟ وهل هذا التمييز ضدها أم لمصلحتها؟ كل هذا وأكثر نجاوبه مع الضيوف الكرام الأعزاء. قبل أن أرحب بالضيفين العزيزين الدكتور حسن سلمان والأستاذة الفاضلة أسمهان، أحب أن أقدم بمقدمة حول المرأة في الإسلام. طبعا المرأة في الإسلام هي شقيقة الرجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فلها الحق كما أن للرجل الحق، وعليها واجبات كما أن على الرجل واجبات. والمرأة ميزها ربها سبحانه وتعالى وحفظها منذ أن كانت طفلة أو نطفة في رحم أمها، فجعل لها الحق في التربية والتسمية واختيار الأب المناسب، وجعلها مصونة حتى تدفن. وليس المجال الآن أن نذكر النصوص الشرعية والآيات والأحاديث، لكن المرأة في الإسلام صدقوني والله كأنها ملكة، ولذلك هي محفوظة من أن تكون طفلة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بهؤلاء البنات فصبر على تربيتهن وأحسن إليهن كنا له حجابا من النار. فإذا كانت بنتا، إذا كانت زوجة، أمرها الشارع وقال: خيركم خيركم لأهله. وإذا كانت أما ثم أمك ثم أمك ثم أمك، التوصية بالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الميراث هي أكثر حظا من الرجل في 34 مسألة. الميراث الذي يتشدق به هؤلاء المجرمين أعداء الإسلام هي تفوق الرجل في أكثر من 34 مسألة، تأخذ أكثر منه. فسبحان الله الذي ميزها. والمرأة حقيقة في الإسلام لها مكانتها، هي أول من آمنت بالرسالة. أليست خديجة رضي الله عنها وارضاها التي استقبلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. المرأة هي التي وصلها سلام من رب العالمين. أنا لا أعلم أحد وصله سلام من رب العالمين بعد الأنبياء إلا المرأة. هكذا مكانة المرأة في الإسلام، وصلها سلام من الله عز وجل يبشرها بقصر ليس فيه نصب ولا وصب. هكذا المرأة في الإسلام. على كل حال أنا لا أفهم ما الذي يقصدونه الغرب بقضيتهم التمييز ضد المرأة.
معنا شيخنا وتاج راسنا الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا بك يا شيخ حسن. مرحبا. ما المقصود بالتمييز ضد المرأة؟ ما الذي نقصد به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ندخل في موضوع التمييز ضد المرأة من حيث الاتفاقية التي تم إقرارها في الأمم المتحدة تحت ما يسمى بالإعلان العالمي للتمييز ضد المرأة الذي نصت عليه الاتفاقية في 1971، وقد تم خدمة هذا الاتفاق لمدة 30 عاما أو يزيد. يعني متى؟ 1971. يعني خدم عليه من 1946 وظل على كل هذه الاتفاقية إلى أن تم التوقيع عليها ونزلت إلى الوجود تقريبا 1981 عندما وقعت عليها 20 دولة تقريبا في العالم، ثم بعد ذلك بدأت الدول على كل تلتحق بهذه الاتفاقية. حقيقة قبل أن نبدأ في مسألة التمييز وتعريف هذا المصطلح الذي الآن تنص عليه هذه الاتفاقية، علينا أن نعود قليلا إلى كيف كان الحال في الغرب قبل أن يذهبوا بنا إلى هذه الاتفاقية. وهل والله عندما يجعل لا، أنا أرى شيخ حسن وضح لنا ما المقصود بهذه الاتفاقية، لأنه ما كانوا عليه من قبل معروف لدى كثير من الناس. لا أريد أن أقول لما جاءوا بذلك. لما أصلا هم لجأوا إلى هذا النوع، إلى هذا النوع من التعبير. يعني هم مثلا إلى وقت قريب، إلى قبل 50 سنة مثلا، كان هنالك نقاشات كبيرة جدا في أوروبا حول المرأة، بل منهم من كان هل هي أصلا كائن بشري أم هي تنتسب إلى عالم الجن أو إلى عالم السحر. يعني كان عندهم فلسفات هائلة جدا، بل كثير منهم بما فيها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقت قريب ما كانت تعطي المرأة كثير من الحقوق المدنية وكثير كذلك من الحقوق السياسية. يعني يمكن الآن حق التصويت للمرأة ما عنده يمكن 50 سنة في الولايات المتحدة وكذلك بعض الدول الأوروبية. إذن كانوا يعانون من مشكلة كبيرة جدا. أضف إلى ذلك كان عندهم موضوع العنف والاضطهاد هائل جدا في بلدانهم، بل كان الرجل لا يرى المرأة شيء أصلا. فلما بعد الحرب العالمية الثانية وهم يبلورون لنظام عالمي، أرادوا مع فكرة أيضا الانتقال إلى الحالة الصناعية. كانت المرأة في الحالة الزراعية لها وضعية والحالة الرعوية لها وضعية، ثم أرادوا أيضا أن تتحول للحالة الصناعية. فعلى كل جملة من الأحوال، جزء منها له علاقة بالواقع الاجتماعي وجزء آخر له علاقة بالواقع الاقتصادي، لجأوا إلى فكرة إن والله لا بد من أن يكون هنالك مساواة كاملة بين المرأة والرجل حتى يخرجوا من هذه الإشكالات التي تعنيهم بشكل أو آخر. خطورة إن والله هذا النوع من الاتفاقيات الغرب يجعل من نفسه مركزا في التصورات ومركزا في التشريعات. يعني يرى مشكلاته هي مشكلات العالم، تشريعاته يجب أن تكون تشريعات شريعة العالم. هنا تكمن المشكلة. على كل، بما أنه هو الآن من يقود الحضارة العالمية كما يقولون أو يقود النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الغرب يحرص على أن كل التشريعات التي يخرجها عنده في الغرب أن يعممها تحت منظومة العولمة، يجعل منها منظومة عالمية وتوقع عليها بعد ذلك الدول، حتى يكون النظام العالمي الذي يقودونه ليس فيه نتوءات أو مجموعات تخرج عن هذا النظام لا ثقافيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. نأتي الآن إلى موضوع الاتفاقية التي نصوا عليها في موضوع التمييز ضد المرأة. أنا أقرأ حقيقة حرفيا مثلا هم تعريفهم لهذا المصطلح التمييز ضد المرأة. يقولون التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان اللي نصوا عليها طبعا برضو في كم 40 والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي أي ميدان آخر، أو توهين وإحباط تمتعها بهذه الحقوق بصرف النظر عن حالتها الزوجية. يجب أن تتمتع بهذه الوضعية بغض النظر هي متزوجة ما متزوجة، عزباء مطلقة أرملة، يجب أن لا ننظر إلى وضعيتها الاجتماعية. يجب أن الخلاصة على يجب أن تتساوى بين أن تكون هنالك المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في كل ميادين الحياة. هذه الخلاصة. الاتفاقية تنص على 30 مادة 30 مادة تنظم هذه المسألة. فيها جوانب لها علاقة بالسياسة، فيها جوانب لها علاقة بالاقتصاد، فيها جوانب لها علاقة بالجوانب الاجتماعية، فيها جوانب لها علاقة بالأسرة. الخلاصة اللي هم يريد يصلوا إليها يجب أن لا يكون هنالك شعور بأن والله المرأة شيء والرجل شيء آخر. طيب هذا كانوا ينادوا به من زمان يا شيخ حسن. ما هو نفس الاتفاقية،
بس تفعل بين فترة أخرى وترفع وتجدد وتفعل. أحيانا يكون في كثير من الدول ما وقع عليها، أحيانا بعض الدول طيب وقعت عليها ولكنها لا تفعلها. دعنا نسمع رأي الأستاذ أسمهان. أستاذ أسمهان، حياك الله، أهلا وسهلا بك في قناتك قناة سلام، ونشكرك على المشاركة في هذه الحلقة المتميزة. برأيك ما المقصود التمييز ضد المرأة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيي ضيفك الكريم والمتابعين. والله بجانب ما ذكره الأستاذ الدكتور حسن، هو ممكن يكون في الظاهر شيء والباطن أشياء أخرى تانية. ارفع الصوت يا جماعة شوية. كنترول لو سمحتم الصوت قليلا. الصوت ما مسمع صوتي؟ لا واضح، بس عايزين يرتفع شوية عشان تكون واضح. تفضل. طيب، زي ما ذكرت في بداية الحلقة، الدين وكل الأديان كرم المرأة، وخصوصا ديننا الإسلامي في كل الجوانب الحياتية الاجتماعية وكل شيء. بس القانون أو الشرائع الغربية اللي معني بالتمييز ضد المرأة ممكن يكون ظاهره شيء والباطن شيء آخر. الظاهر نعم إنه تساوي المرأة بالرجل في كل الجوانب الحياتية، ولكن الباطن وخصوصا بالنسبة لنا نحن كمسلمين يكون فيه جوانب غير إيجابية. تفكيك الأسرة، يبدأ بالتحرر، يبدأ بالمفاهيم دي. فبس هذه إضافة فقط لما ذكره الدكتور حسن سلمان. طيب، شكرا لك يا أستاذ أسمهان. شيخ حسن، يعني هم لم يأتوا بشيء جديد حسب التعريف الذي أنت قرأته، وحسب محاربتهم لدين الله عز وجل وللفطرة والبشرية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هي خلقة الله سبحانه وتعالى. لكن الآن حول يعني ما حسب ما عرفت به وأضافت أختنا الكريمة أسمهان هذه الإضافة، نريد نحن التعمق في هذا الموضوع، وما هي البنود التي ذكروها وكيف نحن فعلا نستطيع أننا نتجنبها. هو حقيقة حتى نكون يعني موضوعيين، لو وقفت أنت على الاتفاقية كما تفضلت أستاذ أسمهان، فيها جوانب ما فيها إشكال، يعني جوانب قد يكون بالنسبة لهم لأنها كانت مشكلات وكانت في قضايا كثيرة جدا فيها بالنسبة لهم إشكالات، حاولوا أن يعالجوها. بالنسبة لنا ليس فيها شيء، يعني بالنسبة لنا لا نستطيع أن نقول أن يعني يمكن أن يضيف لنا شيء. بالنسبة لهم هم طبعا كما تفضلت أستاذ أسمهان، هم يريدوا مثلا من خلال المساواة بين المرأة والرجل إنهاء أول مبدأ القوامة. فكرة أن يكون الرجل قوام على أسرته هذه يجب أن تلغى. فكرة أن الرجل والله يتولى هو الصرف على الأسرة أيضا يجب أن تلتقي فتتحول إلى قضية المساواة في الصرف داخل البيت. فكرة الميراث وتراتبيتها وأنواعها وأشكالها التي تنظمها الأديان أيضا يجب أن تلتقي، وبالتالي يعني لن تكون هنالك حالة مواريث شرعية كما هو عندنا. يذهبون إلى أن المرأة والرجل يتشاركان في كل الكسب في النهاية، يعني كما هو الآن عموما عندهم موجود، إن والله أنت تجتهد وتتعب وكذا، وفي النهاية الشريك الآخر على كل شريك معك في كل القضايا. فالفكرة في أساسها ستتحول عندما تترجمها إلى الواقع فيها كثير من الجوانب. النقطة الرابعة أيضا فيما يتعلق بالوظائف، لا تستطيع أن تقول والله هذه وظيفة مناسبة للرجل وليست مناسبة للمرأة، لا تستطيع، لأنه يعني القوانين يجب أن تتضمن، القوانين الوطنية في الدساتير تتضمن هذا النوع من المساواة. وبالتالي يمكن أنت الآن في الدول الإسلامية أن تقول والله هذه الوظيفة تليق بالرجل، هذه الوظيفة تليق بالمرأة. هذه المسألة يعتقدون وفق هذه الاتفاقية تمييز. فأنت مثلا أن تقول والله المرأة يا أخي داخل الجيش، حتى لو عملت داخل الجيش لكنها مثلا لا تدخل في جوانب القتالية مثلا، يمكن أن تقول هذا الموضوع. تقول والله يمكن أن تكون في وظائف ما تحتمل مثلا أن تكون فيها المرأة، هذه بالنسبة لهم كلهم بالنسبة لقوانينهم هذه فيها تمييز وفيها إشكالات يؤدي بك إلى. ثم هذا النوع من التمييز مهدوا به بطبيعة الحال في النهاية
من خلال إلقاء القوامة وكذا، مهدوا به إلى موضوع التفكك الأسري. التفكك لكن الأسري شيخنا شيخ حسن، هم يعني بالمقدمة أنت ذكرتها، إذا كانوا يعني يرون أنفسهم الموجهون لهذا العالم، وباعتبار أنهم الآن يحكمون العالم من خلال القوة ومن خلال التنظيم، فربما يريدون أن يوصلوا هذه المفاهيم المغلوطة لجميع الشعوب. نعم. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى هم يعيشون يعني المساواة بين الرجل والمرأة منذ أكثر من عقدين، من قرنين فأكثر يا شيخ حسن، ولا لا؟ هم لا، هو الآن جهادهم ليس على أنفسهم، ولفهم انتهى. هم الآن يريدوا تعميم هذه الثقافة. يرون أن هنالك ما بعد البحر الأبيض المتوسط هنالك شعوب شرقية لها وضع مختلف في وضعية المرأة، طبيعة الأسرة، الحقوق الزوجية، الاستحقاقات داخل البيت، هذه المفاهيم كلها ما بعد البحر الأبيض المتوسط. فهم الآن ليست مشكلتهم عندهم ما خلاص هذا الموضوع الآن دخلوا ربما في آثاره السالبة. هم صاروا الآن نشأت عندهم الآن في إطار ما يعرف الآن ما بعد الحداثة، نشأت هنالك الآن مجموعات وبعض المفكرين والفلاسفة في الغرب صاروا يتكلمون الآن عن سلبية هذه الجزئية. جميل. هم الآن وصلوا إلى طيب لكن مشكلة القادة، أليس فيهم رجل رشيد؟ مشكلة القادة إلى أن تتحول هذه الأفكار الآن اللي في الغرب لا زالت أشبه بالنوى والبذور، يتكلمون عن سلبيات، إلى أن تصل إلى المستويات التشريعية سيحتاجون إلى فترة طويلة جدا. فهم لا زالوا يذهبون في اتجاه تعميم هذه المفاهيم إلى الناس، تعميمها في العالم كله، لأنه يرون أن هنالك بعض البلدان ليست فيها هذه الجوانب. وبطبيعة الحال أيضا حتى نكون منصفين، هنالك بلا شك بعض الدول كالدول المشرقية مثلا، سواء في الصين أو في الهند أو في غيرها مثلا، بعض البلدان فيها إشكالات كبيرة جدا فيما يتعلق. ما هو الدافع لهم يا شيخ حسن؟ هل هو الدافع لهم أن فعلا يعني هم وقعوا في الفساد وخسروا مثلا المجتمع فأرادوا أن ينشروا هذا الفساد العالم، أو هم يشعرون أنهم نجحوا فبالتالي يريدون أن يعمموا هذا النجاح؟ دعنا نوجه هذا السؤال للأستاذ أسماء. أستاذ أسماء، أنت متابعتنا، لماذا الغرب يريد أن يعمم هذا الفكر التمييز ضد المرأة في الشرق الأوسط، وبالذات في بلدان المسلمين؟ هل لأنهم هم يعتبروا نفسهم قد نجحوا في المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المرأة عندهم سعيدة ولها مكانتها ولها إلى آخره، أم وجدوا أن هذا الفساد فعلا دمرهم وأرادوا أن ينشروا هذا الدمار حتى بين المسلمين، كقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ بطريقة غير مباشرة ممكن يكون هذا أهدافهم، ولكن المساواة اللي هم بينادوا بها ما زالت لسه، يعني في أشياء كثيرة هم بيختاروا فيها جوانب، وجوانب أخرى اللي تتعلق مثلا بالأسرة وخروج المرأة وكذا هم دائما بيركزوا عليها شديد. ولكن المساواة مثلا في الأجور ما زالت الدول الغربية بتعاني برغم القوانين اللي نصت على أشياء كثيرة. في جوانب اجتماعية تانية أيضا هم ما زالوا لسه الأمور الوظائفية مثلا لسه هم ما في شيء على أرض الواقع، عكس ما القوانين اللي نصوها وكذا. ففي مجتمعاتنا بينادوا بيها يمكن بسبب آثارها السلبية اللي ترتبت حاليا في الغرب، وبدأوا يعوا ويدركوا لا وصلت المراحل التمييز هذا لأمور تانية، أمور تتعلق مثلا حاليا نرى في العصر السنوات الأخيرة طغت مسائل المثلية، ومن ضمنها كانت يمكن الحاجات اللي ترتبت على. طيب، يبدو أن ذهب الصوت، نعود لشيخنا شيخ حسن. طيب، نسمع رأيك في هذا السؤال أيضا.
هو على كل كلا الأمرين وارد. ابتداء هم يتصورون، وهذا طبيعة الإنسان، يتصور عندما يبتعد طبعا عن هداية الله ويبتعد عن تشريعه يسعى إلى ما يظن أنه الأصلح، هو يسعى لذلك، وبالتالي يبدأ في التفكير نحو ما يراه أصلح عن طريق العقل أو ما يراه أصلح عن طريق التجربة. وهذه الإشكالية، يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية الهدايات فإما يأتينكم مني هدى، ويقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فالله عز وجل الذي خلق أعطى لهذا الإنسان رشدة الحياة، كيف يستطيع أن يتعامل في حياته حتى يكون مصيبا وحتى يكون مفلحا في هذه الحياة. هم طبعا أنا أتصور في البدايات لأنه طبيعة الدين الذي ينتسبون إليه انتهى إلى حالة روحانية وليست حالة تشريعية، ألقوا التشريع منذ وقت مبكر تقريبا القرن الثالث الميلادي، ألقيت التشريعات واعتمدوا على التشريعات الرومانية. فالديانة المسيحية بطبيعتها ديانة قائمة على الحالة الروحانية المحضة، حالة نسميها نحن شعائرية في علاقة الإنسان مع ربه، تدخل الكنيسة وتعيش حالة روحانية، لكن لا ساحة لا مجال لوجود تشريعات بالنسبة لدينهم في ساحة الحياة، فأرادوا أن يغطوا ذلك من خلال التشريع. تشريع عبر من؟ ماذا اعتمدوا في ذلك؟ قالوا العقل. فما استحسنه العقل هو إيه؟ هو الصحيح، وما استقبحه العقل هو طيب. وجدوا أنفسهم فيما يتعلق بالقضايا غير العلمية العقل ليس حاكم ولا التجربة ليست حاكم، لأنك عندما تقول هذا خير وهذا شر هنا ليست قضية علمية، يعني بمعنى ما نستطيع ندخل إلى المختبر لنقول والله هل هذا الأمر خير أم شرير. هذه قضية فلسفية أو يسموها قضية أيديولوجية. فلما تدخل الأيديولوجيات يقع في إشكال إنه والله أنا وأنت نختلف في إنه والله هذا الكوب جيد ولا ما جيد، فلجوا إلى فكرة الأكثرية والأقلية، إنه والله يا أخي التشريعات نعتمدها بما يراه أكثرية البرلمانات. وهكذا في النهاية انتهوا الآن إلى حالة يمكن أن نسميها بالحالة الغرائزية، لأن فكرة الأكثرية والأقلية نفسها صارت عندهم مشكلة، لأنه صار الأكثرية تشترى وتباع، والشركات العامة تستطيع أن تشتري النواب وتفعل الأفاعيل، فانتهوا إلى الحالة الغرائزية وهو إشباع غرائز الإنسان. الحالة التي انتهوا إليها الآن هي بهذا الشكل. فقد تكون في البدايات بحث فعلا عن المصلحة الحقيقية، عما يصلح هذا الإنسان بعيدا عن الهدايات الإلهية. فبعد فترة تجد نفسك ما كنت تظنه أنه هداية لن يكون هداية. عشان كده الله سبحانه وتعالى لما في أواخر سورة السبأ وصف نفسه بأنه علام الغيوب، يقذف بالغيب، علام الغيوب. فالله عز وجل في تشريعاته وأحكامه مراميها بعيدة جدا ويدرك المآلات، لأنه كما يصفه أهل العلم بأنه كلي العلم. فالله عز وجل علمه علم كلي، ويدرك التفاصيل كلها ويدرك ما هو كائن وما لم يكن. لو كان كما أنه كلي الخير، فالله عز وجل محض خير وليس في أحكامه ما يشي بالشر أو فهؤلاء لأنهم حالة بشرية قاصرة يفكرون في المصلحة وتنتهي بهم الحالة إلى وضع غير طيب شيخ حسن، دعنا نناقش يعني فيما يتعلق هل هم نجحوا في هذا في بلدانهم؟ يعني كيف يريدون أن يقنعوننا بالتمييز ضد المرأة بحيث أنها تكون متساوية مع الرجل في كل شيء، في الأجور في كذا كما تقول أختنا أسمهان. هم يعني فشلوا في حياتهم. الآن مثلا دار العجزة يعتبر عنوان على فشلهم، لأن كل امرأة تعدت سن التقاعد يرمى بها في دار العجزة. وكذلك أصبحت أيضا المرأة سلعة تحمل مثل القطط من كل رجل، ويرمى بأبنائها في دور اللقطاء. وهذا منتشر ويعني معروف جدا في الغرب. نعم. وإحصائيات الزنا والعياذ بالله في المدارس الثانوية يعني تكاد تصل إلى 80-90% كما هي مفصلة في التقارير الإحصائية. وأيضا في تفكك الأسرة ليس لهم أسر، يعني لا تكاد تجد يعني لما أنت تقرأ، وهذا إن شاء الله يعني نطرحه على الأستاذة أسمهان فقد رجعت إلينا، الجانب المجال الأسري عندهم، يعني أقصد بالأسرة الرجل والمرأة وأطفالهم مثلا. هذا كم نسبته في الغرب؟ اليوم أنت تزور الغرب فتجد أن الرجل يعيش بمفرده والمرأة تعيش بمفردها، ولو عاشوا مع بعض فهم يعيشون أصدقاء لا يعيشون أزواج. فكيف يريدون أن يقنعوننا أن حياتهم
تعتبر أفضل مننا، وأن عندهم عندنا التمييز ضد المرأة وعندهم حرية المرأة. كيف يكون هذا؟ في حين أن كما أضافت الأستاذة أسمهان أن هناك لا يزال في تفرقة في الأجور، وهذا شيء طبيعي. هل ستؤدي المرأة عملها كما يؤدي الرجل؟ يعني تكوين خلقة المرأة ليس تكوين خلقة الرجل. خلقة الرجل في عقله وفي قوته وفي جسده وفي طاقته، تحمل طاقته أقوى من المرأة بلا شك. لا يتعرض لا للدورة الدموية ولا يتعرض للحمل ولا يتعرض، هو قوي أنشأه الله عز وجل لهذا. فلا شك أن الشركات والحكومات ستعطي أجور لهذا أكثر مما تعطي، وهذه يعتريها حمل ويعتري إلى آخره. على كل حال أنا لا أخذ الميكروفون من شيخنا، لكن أنا أطرح هذه الأمور. الآن هم يريدون أن يطرحوا هذا الأمر علينا إحنا، إما يريدون أن يقنعوننا أو أن يلزموننا به بقوة. طيب أجيبونا على هذا. هل أنتم نجحتم في الأسرة؟ هل أنتم نجحتم في احترام الأبوين؟ هل أنتم نجحتم أصلا في تنظيم في احترام الأطفال وتقديرهم؟ ثم أنتم أتيتم لنا بأمر عجيب وهو المثلية اليوم والعياذ بالله والشذوذ الجنسي. من الذي سيقبل أن هذه كلها ضد الفطرة؟ جوابكم على هذا. حياك الله. والله شيخنا زي ما قال عبد الوهاب المسيري، كل قضية في الغرب تطرح في عالم الاجتماع، قضايا الأسر، قضايا المثليين، غيرها، يقول يجب أن تعودوا ليس إلى هذا المجال، عودوا إلى جذور الفكرة. الإشكالية الآن شيخ براء، أنت تستعظم الآن هذا الوضع وتراه غير ممكن ولا يمكن أن يقنعونا. هم يرون الآن أسعد الناس وفق منظورهم. يعني مثلا المنظور الفلسفي الذي يعتمده الغرب الآن هو الفردانية، فكرة أنه أب وأم وأطفال والقصة، هذه فكرة اجتماعية، فكرة تكافلية. هذا يقول لك ما تعنينا كثير. الدولة تأكلك وتشربك، إذا أنت مريض تعالجك، إذا أنت خلاص ضعفت توديك دار العجزة، إذا ده نجاح. الإشكالية يا شيخ برهان هو كيف نستطيع أن نقول للغرب بأن والله هذا المنظور الذي تنطلقون منه يختلف تماما عن المنظور الذي ننطلق منه. نحن ننطلق من منظور تكافلي، من منظور تراحمي، من منظور اجتماعي، من منظور فيه فكرة الأبوين أساسية، فكرة الأبناء داخل الأسرة. تعريفنا للأسرة يختلف عن تعريفهم للأسرة. يعني تعريفهم ممكن والله الكلب والمرأة يمكن يشكلوا أسرة، ما في إشكال، لذلك ما في إشكال. يعني ممكن تقول والله المرأة أنا أسرتي وهذا الكلب، ميراث أموالي يذهب إلى هذا الكلب، ما في مشكلة. هنا الإشكالية. يعني أنت تعريفك للإنسان ليس حالة مادية نشبعها فقط. هم لا، قالوا والله هذا الإنسان حالة مادية. نحن نقول والله الإنسان هو حالة روحية وحالة مادية. أنتم أشبعتم البعد المادي في الإنسان، لكنكم فشلتم في البعد الروحي في الإنسان. هذا الإنسان مشاعر، هذا الإنسان أحاسيس، هذا الإنسان وجدانيات، هذا الإنسان روح. إذن الارتقاء بهذا الجانب هو عامل ديني وليس عامل مادي. هم لما نحوا الدين ظهرت كل القضايا التي تكلمت عنها. فنحن نقول لهم والله نحن نتميز عليكم في أنه والله يمكن أن نقوم بالأمرين معا، نقوم بالإشباع الحاجات المادية لهذا الإنسان، وفي نفس الوقت قادرين على أن نشبع الحاجات الروحية في هذا الإنسان. جميل. أستاذة أسمهان، لعلك سمعتي السؤال، يعني تكراره ربما يأخذ علينا وقت، فما رأيك في الطرح الذي أنا طرحته على الشيخ حسن؟ نعم، سمعت السؤال واعتذر عشان عندي مشكلة في الشبكة. طيب، هي فيها الجوانب الأسري، يعني في أشياء كثيرة بدأت تترتب عليه وكذا. حاليا هم زي ما قلت مثلا دار العجزة بيعانوا منها، المشاكل الأسرية بيعانوا منها، يعني حياة بتكون مثلا مترتبة على فقدان الأشياء الروحية اللي نحن بنتمتع بها زي ما ذكر الدكتور. بيعانوا مثلا الانتحار، مثلا نسبة الانتحار سواء كان من أصغرهم لأكبرهم سنا، عندهم فكرة الانتحار مثلا، بيعانوا من الأشياء دي كلها بسبب فقدهم للجوانب الروحية واعتمادهم الكلي للأنا اللي هي حياة مبنية على المادة والأنانية، الفرد. الأسرة بتكون مثلا حدها الطفل سن 18 أو حتى سن 16، خلاص بعد كده يعتبر إنسان مستقل تماما، يفعل ما يريد، يعيش كما يريد، سواء كان بنت أو ولد يعني.
هذه كلها بدأوا حاليا يعانوا منها وبيناقشوها. بالمناسبة بيناقشوها مثلا في الجاليات، في حاجات كثيرة، مثلا في في أمور، في كل هنا بيناقشوها. نحن نحتاج فقط إنه كيف نقدر نأخذ من الجوانب الإيجابية اللي هم سنوها أو القوانين، ونقننه بديننا ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا، ونبدأ نتعايش فيها. جوانب كثيرة إيجابية، بس التمييز ده لو أخذنا منه الجوانب الإيجابية اللي ممكن تخدم الإنسان المسلم أو الإرثري ونستفيد منه، يكون كويس. شكرا. طيب جميل. شيخ حسن، أشارت الأستاذة أسمهان بأن هناك جوانب إيجابية في هذه الاتفاقية. ما هي هذه الجوانب الإيجابية؟ وهل هي إضافة على ما شرعه ديننا الإسلام أو هي موجودة في ديننا؟ لا، بالنسبة لنا معظم أو كل الجوانب التي يمكن أن نقول عنها بأنها جوانب إيجابية نصت عليها الشريعة. مثلا المساواة في الكرامة الإنسانية مسألة منصوص عليها في الشريعة، لا أحد يستطيع أن يقول بأن الشريعة ميزت بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية. فالمرأة مكرمة كما أن الرجل مكرم. يحرم قتل المرأة كما يحرم قتل النساء، قتل الرجل. فالروح الإنسانية مكرمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتكليف، المساواة كاملة. يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل الشريعة ما قال والله هذه شريعة الرجال فقط، ولكن قال كلهم من ذكر أو أنثى من يعمل من الصالحات، يعني وهو ساحة السباق. أيضا هنالك جوانب ما يتعلق بالمصير، مصير اللي هو النهايات التي ينتهي إليها الإنسان في الآخرة من جنة أو نار، كلاهما متساويان، من أحسن فإلى الجنة ومن أساء فإلى النار. إذا أنت منذ المبتدأ من حيث الخلق ومن حيث المسيرة الإنسانية ومن حيث المآل، الشريعة ساوت بين هؤلاء. يعني ليست هنالك مشكلة يعانيها المسلم في إنه والله يعني مثلا نحن لسنا كالفلسفات التي لا زالت تعاني إنه هل المرأة كائن حي؟ نحن من البدايات الموضوع عندنا منتهي، خلقكم من نفس واحدة. تأتي هنالك قضية مهمة جدا بالنسبة لنا يجب أن نقولها بشكل واضح وصريح، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص وخلق المرأة بخصائص. هذه الخصائص الرجل يؤدي فيها وظيفته وفق خصائصه، والمرأة تؤدي فيها وظيفتها أيضا وفق الخصائص. وبالتالي لسنا هنا في ساحة الصراع بين الرجل والمرأة بقدر ما نحن في ساحة تكامل. فالمرأة تؤدي أدوار تكمل أدوار الرجل، والرجل يؤدي أدوار تكمل أدوار المرأة. فمثلا نحن الآن المرأة المربية لا ننظر إليها بأنها مرأة مهانة، المرأة التي تربي أبناء. يعني من يقول والله المرأة التي تجلس لأبنائها في بيتها ترعاهم، تلبسهم، تؤكلهم، تشربهم، توصلهم المدرسة، ترعاهم، هل من يقول والله من يقوم بهذه الوظيفة المستقبلية هل ممكن نقول والله هذه إهانة؟ في نفس الوقت في الوقت اللي هي والله تقوم بهذا الدور الرجل ملزم إلزام كامل بأكلها وشربها ولبسها وكل ما يؤدي إلى راحتها وما يؤدي إلى نجاحها في مهمتها. ثم ما بعد ذلك إذا كان حصل هذا الرجل على مال أيا كان كمية هذا المال، فقد جعل الله سبحانه وتعالى نتيجة لأن المرأة محبوسة له كما يقولون حبس يوجب النفقة ويوجب الميراث. فما حصل عليه الرجل أيضا من أوضاع مالية إذا توفي فإنها تستطيع أيضا أن تحصل من ماله على نسبة تستطيع أن تؤمن بها كذلك مستقبلها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أولادها من حيث المسؤولية أو إلى أقربائها الآخرين أيضا. فالمرأة في كل الأحوال بالنسبة لنا لا تعاني من ذات الإشكالية. فأنا عموما في رأيي ما يمكن أن نعتبره شيئا إيجابيا ليس إضافة بالنسبة لنا حتى نقول والله نحن بحاجة إلى أن نأخذ من كل القضايا. كل ما نحتاجه نحن هو كيف نستطيع أن نراجع تصورات المسلمين وأفعالهم وممارساتهم مع شريعتهم. هنا في إشكالية، يعني لا نستطيع أن نقول والله المسلمين ما شاء الله 100% يطبقون أحكام الإسلام، لا. يعني لو ضربنا نموذج بسيط في إريتريا مثلا، في بعض المناطق في إريتريا المرأة لا ترث فيما يتعلق بالأرض، يحرمونها. ولو أنهم حتى عوضوها إنه والله حسبت الأرض لأنهم أحيانا يخافون من قضية انتقال الأرض، لو افترضنا ذلك طيب أحسب لها نصيبها من الأرض ورثها. لا، موضوع ميراث الأرض لا تدخل فيه مثلا المرأة. هنا لا نستطيع أن نقول هذا هو الإسلام بالنسبة
للحالة هذه. مثلا تزوج المرأة أحيانا بالإكراه، يرى أن الأب والله يريد أن يزوجها لابن أخيه وهي كارهة، لا نستطيع أن نقول هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني في موضوع جملة من القضايا لها علاقة على كل بالواقع السيء للمسلمين، لكن أنا شخصيا كل ما يمكن أن أعتبره والله نصت عليه الاتفاقيات فهو بالنسبة لنا في الجانب الإيجابي فهو منصوص عليه في شريعة الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك. أستاذ أسمهان، أحسن الله إليكم شيخنا. أستاذ أسمهان، برأيك من الذي يتأثر بهذه الاتفاقيات من المسلمين من حيث الفكرة؟ يعني نجد بعض المسلمين للأسف متأثر بالفكر العلماني، متأثر ويقول لك الغرب هم الذين وصلوا إلى القمر، والغرب هم الذين أنتجوا لنا هذه الحضارة الكبيرة، والسبب ذلك لأنهم ساووا بين المرأة والرجل، ولأنهم يعني أبعدوا الدين، فبالتالي المرأة حرة تتحجب أو لا تتحجب، تختلط مع الرجل أو لا تختلط. بالتالي هذا الذي أوصلهم لهذه المكانة العظمى والقوة الكبرى. برأيك هذا الخلط من الذي يتأثر به من أبناء المسلمين؟ اتفق فيما ذكروا الدكتور حسن، بس في نحتاج أن احنا في البدء حابة أعقب نصحح الأفكار أو الأخطاء المجتمعية والنظرة السلبية للمرأة. والدين الإسلامي أعطاها كامل حقوقها كامل مكمل، فقط أن احنا نحتاج نفهم ديننا صحيح وكامل، وبإذن الله إن شاء الله ما حيكون في أي مشاكل. القوانين كلها اللي سنت هي أكثر زي ما ذكر. اللي ممكن يقعوا فريسة لهذه المفاهيم اللي أو يتأثروا بيكونوا مثلا الأناس اللي ما فاهمين مفهوم التمييز وما فاهمين دينهم الإسلامي صحيحا، وفي أول تجربة مثلا ممكن يتنازلوا عن القيم، يتنازلوا عن لما العامل الرقابي ينزاح فيكون في تنازل بسهولة ويقعوا فريسة وتمرد، يكون في تمرد يعني. فتلاقي مثلا الناس يتحرروا في لبسهم، بنتكلم عن المرأة تتحرر في لبسها، تتحرر في أفعالها، تتحرر في أشياء كثيرة، ولكن نحتاج أن إحنا عشان ما نتأثر في أشياء إيجابية كثيرة زي ما ديننا الإسلامي أعطانا. مثلا العلم، نتعلم العلم، كفلوا لنا كل الشرائع السماوية. العمل، نعمل في مجالات ونطور أنفسنا، نستفيد من الأشياء الإيجابية الموجودة الكثيرة ونراعي فيها ديننا يعني. معلش أنا التعبير شوية قاعد يخوني عشان لا جميل، تعبيرك جميل وطرحك جميل وواضح جدا، بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا شيخ حسن. هذا رأي الأستاذة بارك الله فيها، تقول من كان ضعيفا في دينه وضعيفا في علمه هو الذي يتأثر، لكن من كان قد درس العلم الشرعي وإيمانه قوي فلا يتأثر بهذا. طيب سؤالي لك يا شيخ حسن، من تأثر بهذه الأفكار كيف نرده إلى حظيرة الإسلام وأفكار الإسلام؟ هو أول بالنسبة للأسف الشديد فيما نسميه نحن بالعلمانيين في المنطقة العربية والإسلامية، للأسف الشديد اهتمامهم فقط بالجانب الجانب الغرائزي وليس الجانب العلمي. يعني الآن لو أنهم كان جهادهم في المنطقة العربية في قضايا العلم والإنتاج والتسليح والاكتشافات لا تسمع لهم في ذلك حصة، لا نكاد مثلا صراعهم مع الأنظمة خلفتمونا أجوعتمونا كذا، لا تسمع لهم صراع فيما يتعلق بالتعددية السياسية وحريات الناس واختيار الناس، لا، صراعهم كله في الغرائز. ايش علاقة انه مش في غرائز في الدين؟ هي كده، هي ما الاشكالية هنا انه قضية الدين. هل والله الان لها علاقة انه والله مشوا القمر ولا جلسوا على الارض في ان انت لابس جلابية ولا لابس بنطلون؟ هل هنالك علاقة في ان هذا الذي يتعامل مع المختبر العلمي في الاكتشافات العلمية انه والله لابس قفطان ولا لابس بنطلون ولا لابس؟ فتلاحظ أنهم في الوقت الذي يزعمون بأنهم عقلانيين للأسف الشديد تجدهم أكثر الناس بعدا عن العقلانية.
يتحول في نهاية عقلانيتهم تتحول إلى مظهر من مظاهر الشكليات، إنه المرأة يجب أن تكون عارية. طيب تعرت، ماذا بعد؟ هل تحولت إلى مرأة مكتشفة؟ تحولت مرأة طبيبة، مرأة مهندسة؟ يعني تعريها لا يعني شيء، بينما تلك التي لبست حجابها وزيها والتزمت بشريعتها يمكن أن تكون تتفوق ما شاء الله وتأخذ الدرجات العليا فيها. فهنالك قضايا أصلا لها علاقة بهوى الإنسان أكثر ما لها علاقة بالواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه الأمة. في نهاية المطاف نحن نقول بالنسبة لنا ديننا الإسلام لا يحرمنا مطلقا من التقدم العلمي ولا الاكتشافات العصرية ولا التقدم التكنولوجي ولا الاستفادة من مكتشفات الحضارة الغربية في بعدها الإيجابي، كل ذلك ليست محله. لكن إشكالنا مع الحضارة الغربية هو في البعد الفلسفي والمعرفي والاجتماعي والذي يريد أن يصدروه لنا. ليسوا أهلا، نحن نقول ليسوا أهلا كما تفضلت الآن، نحن نحاكمهم من جانب إلى ثوابتنا الدينية ومن جانب آخر إلى واقعهم السياسي والاجتماعي. بالضبط. يعني الآن واقعهم كما تفضلت نحن ننظر إليه مأساوي. نعم. مأساوي لأنه والله هذه ظواهر الانتحار، غياب البعد الإنساني في الحياة. نعم. شخص سبحان الله ما يكبر يحب أن يكون أبناؤه حوله، يحب أن تكون زوجته حوله اللي كانت معه، ممكن يرموها هي في دار عجزة باتجاه وهو في دار عجزة باتجاه. لما يأتيني والله ابني خلال السنة مرة واحدة ولا أراه بعد ذلك، وأنا أفديت حياتي في تعليمه وفي تربيته، هذه كلها جوانب إنسانية. فنحن نقول بأن والله على القوى العلمانية أن تدرك بأن والله الصراع في حقيقته وبعده ليس في الجانب الإيجابي في الحضارة الغربية، هذا ما عندنا فيه إشكال. في الوقت اللي نحن أيضا لنا مآخذنا على هذا الجانب نفسه، يعني في الوقت اللي أنت تتكلم عن أنه هذه الحضارة ذهبت، طيب أليست نفس هذه الحضارة هي التي بأسلحتها تقتل الشعوب الآن وتدمر؟ أليس بقوتها وقوة اقتصادها تنهب موارد الأمم الأخرى؟ وهذه قضايا أيضا نحن ننظر إليها ولا نهملها في تقييمنا لهذه الحضارة. فهي ليست حضارة والله مبرأة من كل عيب وخلاص بالتالي ليس أمامنا إلا الانبهار والفتنة، لا، هي ليست بهذا الشكل. وبالتالي نحن نقول الغرب بحاجة إلى الإسلام، الغرب يعيش. وأنا أتحدى يا شيخ حسن أن أيضا لو نحن تعمقنا في هذه الحضارة التي توصلوا إليها، من أين أصولها؟ نعم. هل أصولها منهم هم أنفسهم؟ هل الكافر لديه هذه القدرة من التفكير والتوفيق والإمكان؟ أنا أشك في هذا. أنا أعتقد والله أعلم أن هذه الحضارة التي توصل إليها هي حضارة من أبناء المسلمين ومن علماء المسلمين الذين اختطفوهم إما من بلدان المسلمين أو مكنوا لهم في بلدانهم، أتوقع. لكن هذا يحتاج إلى دراسة دقيقة إن شاء الله وتتبع دقيق حقيقة. نعم. لأن كثير من الناس لا يمكن أن المعصية تأتي بهذه الحضارة. أنا أعتقد أن هذا غير. أستاذ أسمهان، في آخر الحلقة نريد منك في 30 ثانية نصيحة للمرأة المسلمة في ظل هذه الفتن. نصيحتي إنه هي تتعلم بالعلم وبفهم حقوقها اللي كفلها لها الإسلام والقانون، وتفهم القوانين اللي في البلد اللي هي عايشة فيه، حتستطيع تحمي نفسها وتقي نفسها من شرور الحاجات الثانية، لأنه المرأة هي أساس الأسرة وأساس المجتمع. عشان هي أساس الأسرة وأساس المجتمع يجب أن نعطيها المساحة اللي هي تبدع فيها، تخلق فيها، تتعلم فيها، لتربي أجيال بعقيدتها وعلمها وفهمها وكل شيء، وبعد كده إن شاء الله تكون في مأمن من كل الفتن اللي حواليها. إن شاء الله الفتن جدا كثيرة وجدا صعبة، فنحن في الغرب بنعيشها. نحتاج تكاتف الرجل وفهم الأمور دي والمسائل دي والتعامل كأسرة واحدة لبناء مجتمع يكون آمن وصالح إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذة أسمهان، وبارك الله في شيخنا شيخ حسن سلمان. كان نقاشا ممتعا حول ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، والآن أنا فهمت ما الذي يقصدون به في نهاية هذه الحلقة بعد هذا النقاش الجميل. ولا شك أن الخير كل الخير في اتباع ديننا الحنيف. الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقها،
وكما أنه كرم الرجل وحفظ له حقه وكرم الإنسانية عموما، والخير كل الخير في ديننا أكرر ذلك. يعني لو عملت المرأة بما أنزل الله عز وجل من الهدى والنور لأفلحت في الدنيا والآخرة، وكذلك الرجل أيضا. وما يحصل من أخطاء بعض المسلمين وبعض الرجال ضد المرأة هذا يعني يعود إليهم كمخالفين كما أشار شيخنا الشيخ حسن سلمان، والإسلام من ذلك بريء. ويكفي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة من أجل بل إلى 13 امرأة من أجل التعليم والتوجيه للمرأة حتى تعرف دينها بعمق. أسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا وزوجاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وأن يحفظ لهم دينهم، وأن يكفينا شر الغرب، وأن يرد كيدهم إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. حديث 30 ناي الله سبحانه وتعالى مسلات أبو ثعلبة خشيني جرسم ابن ناشر رضي الله عنه كم زبلو